صباح الفل. انتشر النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يؤكد إهانة بعض الشباب المصريين اللي مقيمين في السعودية. ما يهمني. ازاي ما يهمكش؟ انا وفرت لك كل حاجه. فين كل حاجه؟ انت بتغرشنا اهو. تشتغل تاخذ فلوس، ما تشتغل انقلع. مش همضي على سندات عشان اشتغل اني. في 60 كلب. خلاص احجز لي عشان امشي. ما احجز لك. حقوقي. ما احجز لك. انا قاعد بقالي 70 يوم مش لاقي اكل هنا. مالك حقوق. ازاي ماليش حقوق يا عافيه؟ عندك حقوق يا بابا. ايوه ليا حق عندك. روح خذها من الحكومه. ازاي اخدها من الحكومه؟ ما عندي شيء. خلاص اما مكتب الحكومه. خلاص انا ماشي دلوقتي، انا ماشي في شكوى، اما تحكم لي هطلع من هنا امشي. خلاص انقلع. الين تطلع مش همد ايدك بس ما تمدش ايدك. أكد الفيديو وأكدت الجالية المصرية اللي في السعودية إهانة حوالي 30 شاب مصري بيشتغلوا تحت طائلة كفيل في السعودية. إهانتهم بشكل كبير جدا، وكتبوا على صفحتهم إن هم بيتم إهانتهم. وقررت السفارة المصرية التواصل مع الجالية المصرية في السعودية وأخذ كل بيانات الشباب الخاصة والتحقيق في الأمر، وإن شاء الله عن قريب السفارة المصرية هتاخد موقف كبير جدا. يقال إن الكفيل على مدار 3 شهور لم يعطي مستحقاتهم المالية، والنهاردة تم إهانتهم وضربهم لفظيا وجسديا.